السلام عليكم. عايز اخد رايكم في حاجه وقولوا لي هل الشيء ده ممكن ولا مستحيل. هو انا لو جيت قلت لك يلا خد مفاتيح الطياره دي او العربيه دي ويلا سوق، هتعرف تسوقها من غير ما تكون متعلم السواقه؟ طيب انا لو جيت قلت لك يلا عدي النهر ده عوم، هتقدر تعمل كده من غير ما تكون متعلم السباحه؟ شفيق، جدا جدا الاسئله سو بيسك. اوكي تمام، انا عارف ان الاسئله مش محتاجه تفكير، وده بياخدنا لحاجه جدا جدا بتحصل كل يوم في معظم الشغلانات ومؤسسات كتير، الا وهي البروجيكشن او الاسقاط. شفيق، محتاجين الورق ده يتعمل ضروري جدا. صديقي، الاسقاط هو ان حد اقدم منك في السينيوريتي او في التوب ليفل اوف مانجمنت ويدي لحد مهمه بدون توضيح او هدف او تحديد وقت، او حتى بدون ما يتاكد من انه فاهم اللي هو محتاجه منه ولا لا. وطبعا بقى انتوا عارفين النتائج واللي بيحصل. والنيل الانيل اللي بيتم الاسقاط عليه بيوافق، ممكن يكون لمجرد انه ما يتقالش عليه مش فاهم او خايف. علشان كده محتاجين ناخد بالنا ازاي نتعامل مع الاسقاطات دي. ماي برو، انت المسؤول انه ما يحصلش عليك الاسقاطات دي وتلبس العمه في الاخر. فالحل بكل بساطه اطلب، اسمع تاني كده، اطلب ان يتعمل ليك ديليجيشن او تفويض. والتفويض ده عمليه المفترض بيتم فيها تمكين، والمفترض بيتم فيها اعداد قاده كسكند لاين. وعمليه التفويض ليها خطوات. اولا بيتم تحديد هو ايه المطلوب بالظبط، وبعد كده بيختار شخص مناسب عنده المهارات الاساسيه اللي تساعده في انه ينجز المهمه دي، وايه الغرض منه، وازاي هنعمله بالظبط، وهيستلموا منك امتى، وايه شكل النتائج النهائيه. مش بس كده، ده كمان بيديك صلاحيات علشان تقدر تكمل المطلوب ده، معلومات، ادوات، فايل، اكسس. وبعد كده يتبع من بعيد بس بدون خنقه، وكمان وانت شغال يدعمك لو محتاج حاجه او مساعده او توجيه. واخيرا وليس اخرا يقيم اللي عملته ويديك فيدباك، النقاط اللي اتعملت كويس والنقط اللي محتاجه تحسين. ومش عايزين ننسى الريكوجنيشن، التقدير والعرفان. يشكرك ويعترف بموجودك. الديليجيشن او التفويض هي قدره من حد فاهم ونيه انه يكبر ويمكن، وبالتالي هيكون في جروث، نمو للشخص والمكان. لكن الاسقاط مش قدره من حد فاهم وبيرمي على الاخرين. واحيانا برضو بيكون في نيه، مش يكبر لا يتكبر، مش يمكن لا يتمكن منه، مش يعد قاده لا يطلع وبالتالي بيئة عمل توكسيك. سلام.